متابعينا الكرام، أهلا بكم. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي مع نظيره البيروفي مهددة بالإلغاء، ونشوفوا شنو السبب والأسباب اللي مهددة بالإلغاء. يعني مؤخرا التحق المنتخب البيروفي بالأوتيل ديالو، بالفندق ديالو، وقع هناك واحد التجمهر كبير من طرف الجمهور ديال البيرو، يعني الجماهير البيروفية، وعندهم واحد اللعبة كيعملوا التقاليد ديالهم، يعني كتشجيع الفريق الوطني ديالهم. يعني بهاد الألعاب اللاتينية. وهاد الجماهير جمهرت حدا الفندق ديال المنتخب البيروبي، وبعض اللاعبين، يعني الجماهير اقتربت من اللاعبين، وكذلك واحد اللاعب اللي اقترب من الجمهور. جا واحد الشرطي يعني دفع اللاعب ديال المنتخب البيروبي، يعني دفعوا بواحد الدفعه قويه، والحارس ديال المنتخب البيروفي ما عجباتوش هاد الطريقه، ودخل حتى هو، وقع اشتباك مع الشرطه الاسبانيه. ومن بعد وقعت اشتباكات كبيره، وعلى اثرها تم اعتقال 4 لاعبين من المنتخب البيروبي. يعني كنشوفوا هاد المباراه بين المغرب والبيرو، الله يحفظ، غير محموده منذ البدايه. المنتخب الوطني المغربي ملي مشى للاوتيل، يعني في مدريد، يعني كما هو معلوم مغاربه كيصوموا، يعني تسحروا تما. من بعد تعرضوا لتدوينات من طرف واحد العامل، يعني عنصريه فيها يعني واحد الكلام مقيت اللي ميمكنش، يعني ما نقدرش نقولوه وما ندخلوش في التفاصيل اكثر. المهم كلام يعني نابي مقيت عنصري، كل شيء من هذا القبيل هذا، يعني سواء من الناحيه الدينيه او العرقيه او كل شيء. آه، هذا اللي وقع المنتخب الوطني المغربي. واللي وقع المنتخب البيروبي كما قلنا تجمهر كبير من طرف الجماهير البيروبية، عندهم واحد الألعاب يعني على الطريقة اللاتينية، واقتربوا من اللاعبين. واحد اللاعب يعني بغى يقترب من الجمهور، وربما خوفا على السلامة ديالو، شرطي إسباني بغى يعني يزيحو، ولكن المشكلة عطاه واحد الدفعة، يعني دفعو دفعة قوية. والحارس ديال المنتخب البيروبي ملي شاف داك المنظر ما عجبوشي، وتدخل، ووقعت واحد الاشتباكات كبيرة، وتم اعتقال 4 لاعبين من المنتخب البيروبي. إلا ما طلقوش السراح ديال هاد اللاعبين، ربما يتم إلغاء هاد المباراة الرياضية الكروية بين المغرب ومنتخب البيرو، خصوصا يعني اللاعبين ديال البيرو يقدروا يتضامنوا مع اللاعبين يعني اللي ملقي القبض عليهم، واللي يعني قيد الاستنطاق، يعني شنو الأسباب والدوافع اللي وقعوا ديك الاشتباكات وداك الشيء هذاك. هذه واحد النصيحة كذلك للجماهير المغربية إن شاء الله. إلا تلعبت المباراة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره البيروبي، كنطلب من الجماهير المغربية تجتنب الاحتكاك، تبتعد على الشغب. يعني المغاربة كما معروفين كيشجعوا بطريقة حضارية، ما عندهمش مع الصداع، ما عندهمش مع الشغب، ما عندهمش مع يعني بالاختراق القوانين. كما هو معلوم الجماهير البيروفية واللاتينية عامة متعصبة لكرة القدم. يعني كنطلب من الجماهير المغربية تبعد على الاحتكاك، تبعد على الشغب، تبعد على أي حاجة. يعني تفرجوا بالمنتخب الوطني يشجعوا بطريقة حضارية كما كنشوفوهم دائما. كما هو معلوم الجماهير المغربية متحضرة جدا، جماهير مسالمة كتشجع المنتخب الوطني بطريقة عصرية، بطريقة متحضرة. يعني مبلية بحب الوطن، بحب الفريق الوطني المغربي، بحب كرة القدم المغربية. لهذا كنطالب من الجماهير المغربية تشجع يعني كما هو معلوم دائما بطريقة حضارية، وتجتنب الاحتكاك والشغب، وتبتعد على الجماهير اللاتينية اللي كذلك هي معروفة بجماهير متعصبة لكرة القدم. الجماهير اللاتينية كما هو معلوم، كما قلنا بطريقة متحضرة. كما شفنا المباراة ديال المغرب مع البرازيل في مدينة طنجة، ما شاء الله، يعني واحد الجمهور خيالي. المغرب بلد متحضر، جمهور متحضر جدا، كرة راقية، منتخب وطني راقي ومتحضر. يعني نقول لكم بالخلاصة، فقسنا العينين ديال العديان اللي كيحسد المغرب، راه عينهم فقوسة، ويعني عين الحاسود فيها عود. إخوان الكرام، حنا ظهرنا في الفيديو مرة أخرى طلبا من بعض الأصدقاء ولا بعض الناس. إلا بغيتو نعودوا للقناة، يعني نصنعوا المحتوى ولا نتكلموا على الأحداث ولا أي شيء، ما لكم إلا تدعمونا، يعني بالاشتراك، بالضغط على الجرس، بالبارطاج، بالتعليقات ديالكم. كاين بعض
يعني بعض الاشتراكات كيتزادوا في القناة قليلة، ولكن التفاعل كيقلل جدا، مع العلم انا ما كنربح حتى شي حاجة من هاد القناة. كاين بعض الناس ربما التفكير ديالهم سلبي، ربما عندهم شي غل ولا شي حسد في القلب ديالهم، ما عرفتش علاش. يعلم الله. حنا كنعرفوا الناس يعني الانسان كيبغي يلقاه المسلم يعني الخير، ولكن كنجبروا بعض الناس ربما في قلبهم لما ندخلوا في تفاصيل اكثر. المهم الاخوان الكرام، الا بغيتوا نعودوا للمحتوى سواء الرياضي او الاحداث او شي حاجه، ما عليكم الا دعمونا يعني بالبارطاج باللايك بالاشتراكات، باش تلونسيو شويه القناه، باش حتى حنا نشجعوا نتكلموا اكثر. العلم كما قلت لكم انا ما كنربح حتى شي حاجه، كانت عندي كهوايه، وكنت معروف يعني في الصغر ديالي كنهضر على الرياضه ولا يعني بزاف ديال المسائل. كان في الصغر ديالي نكون كهوايه يعني صحفي، وخصوصا صحفي رياضي، ولكن ما تحققش الحلم. قبل من داكشي هذا كان عندي هوايه نكون رياضي، ما تحققش الحلم. هادشي اللي عطا الله. المهم ما شاء الله فاعل كما نقولوا. الا بغيتو نعودوا للمحتوى سواء صناعه المحتوى الرياضي او نتكلموا على الاحداث او اي حاجه، كنتظروا تعليقاتكم، خليو لنا الكومونتيرات. ومهم مسألة مطروحة عندكم وانتم غادي نناقشوها وناخذها بعين الاعتبار، وغنتكلموا ان شاء الله تعالى في الموضوع اللي كتبغيو، خصوصا يعني الرياضي او الاحداث. بامكان تبقى قناة مختلطة كما كانت. وهادشي اللي غنقول لكم. كنشكركم بزاف على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.